السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكاية أم العيال، ومعاكم أم العيال. النهاردة هحكي لكم قصة فيها عبرة ووعظ وامتحان من رب العالمين. بس قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وتعملوا لايك حلو منكم، وتسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ياما سمعنا عن بيوت اتقسمت بسبب الميراث. اخوات كانوا في يوم عايشين مع بعض على الحلوة والمرة، لكن يوم الورث اتغيرت الملامح وظهرت النفوس على حقيقتها. والقصة اللي هحكيها النهاردة قصة بيت كبير كان مليان أسرار كتير ظهرت بعد موت الأب، وخلت أولاده يكتشفوا إن الميراث ده مش دايما بيكون فلوس ولا أراضي، ساعات بيكون امتحان من رب العالمين. تعالوا نبدأ قصتنا ونشوف بتقول ايه. كان فيه بيت كبير في قلب بلد كبيرة. معروف ان البيت ده باسم الحاج منصور. معروف الحاج منصور في البلد بطيبته وكرمه، وان هو راجل يعني كريم، بيحب الخير للناس وبيحب يعمل خير. كان عنده بيت كبير جدا، والبيت ده قدامه حوشة كبيرة. الحوشة دي مليانة فيها شجر من الأشجار اللي نفسك تشتهيها، ليمون على جوافة على مانجا، زرعها من خيرات ربنا. ريحة الأرض بتاعتها طيبة، كانت باينة من أول ما تدخل. ليه؟ لأن هو كان طيب وكان سيرته طيبة وكل الناس كانت بتحبه، وكان راجل خير. فمن أول ما بتخش بيته بتحس براحة نفسية. الحاج منصور كان راجل محترم جدا، كلمته كانت مسموعة في البلد، وبيساعد الغريب قبل القريب. لكن رغم ده أولاده ما كانوش زي بعض. كان عنده 4 ولاد. كريم كان الكبير، محامي ناجح، دايما هادي، صوته واطي، لكن كلمته تقيلة. كلمته ليها شنة ورنة زي ما بيقولوا يعني. وحسن الوسطاني لسانه طويل، عينه دايما على الفلوس، ما بيعرفش يقول كفاية. وكمان ياسر أصغرهم، غامض، بيختفي بالشهور، محدش عارف بيشتغل ايه بالظبط. ليلى البنت الوحيدة، متجوزة وعايشة مع جوزها في بيت صغير، بس قلبها متعلق ببيت أبوها وأمها. في يوم كانت الدنيا هادية خالص، البلد كلها اتقلبت خبر ايه؟ خبر مفجع، موت الحاج منصور. الجنازة كانت تقيلة، كانت كبيرة جدا جدا جدا. وهم لما كانوا شايلينه كانت يا عيني الراجل اللي شايلينه على الأعناق والناس كلها بتبكي الله يرحمه، فجأة كان راجل بجد يعني، من الزمن الجميل اللي أولاد واقفين وكل واحد دموعه نازلة بشكل مختلف. فجأة كده الراجل ده مات. الناس كلها بقت مستغربة، وكانت كمان يا عيني الناس كانت حزينة عليه لأن هو كان خير جدا. الناس كانت بتحبه حب يعني، عارفين الجنازة لما الناس تحبها؟ يا بخت من حب ربه، من حب ربه وحب فيه عبده. دي حاجة كبيرة قوي قوي. يا رب كلنا يحبنا ربنا ويحبب فينا عباده، قولوا أمين. كريم كان ماسك دموعه عشان يبان قوي. حسن باصص حواليه، كان مستني ايه اللي هيتقال عن الورث. ياسر عينه في الارض، ملامحه جامدة. ليلى منهارة في حضن امها، لكن وسط الزحمة كان في واحد غريب واقف بعيد، عينه على العيلة كلها. وبعد ما خلصت مراسم الدفن قرب وقال بصوت واطي: المرحوم سايب وصية تانية، وصية محدش يعرف عنها حاجة. الجملة دي وقعت زي الصعقة على الورثة كلهم، من الكبير للصغير. محدش عارف، لأنه هو كان كاتب وصيته. لحق امتى كاتب وصية تانية؟ ومين الراجل اللي ظهر فجأة ده؟ الكل بقى مش عارف يقول ايه، الكل واقف مصدوم. كريم اتشد. وصية ايه دي؟ احنا لاقيين الورق الرسمي عند المأذون. حسن عينه لمعت، يعني في حاجة تانية؟ فلوس ولا أرض؟ الأم رفعت ايديها: استغفر ربنا، استغفروا ربنا، لسه الدموع ما نشفتش وانتوا بتتكلموا في ميراث. لكن الكلمة دخلت في قلوبهم زي النار. يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي في وصية تانية؟ وانت مين؟ وظهرت امتى؟ كريم كان عمال مش عارف بيقول ايه من كتر اللي حاصل. يعني اكتر واحد كان مشدود في الكلام، واكتر واحد كان بيتكلم، اكتر واحد مش عارف، لان هو عارف ان في وصية رسمية موجودة عند المأذون بتاع البلد هو سايبها. هو كان ابوه بيحب الراجل ده، بيحب المأذون، فبالتالي كان سايب وصيته عنده، فهو كان عارف ان الوصية دي موجودة، وصية متوثقة في الشهر العقاري رسمي
ازاي في وصية تانية، ازاي اتلغت وامتى اتلغت الوصية دي، هو ما يعرفش. كانت كلماته نازلة زي النار، وكلهم كانوا حزنانين. الام كانت حزينة جدا، قالت لهم يا ولاد يا ولاد استغفروا ربنا، انتوا بتتكلموا في ايه؟ الراجل لسه ما بردش في تربته. بعد الايام الاخوات قرروا يدخلوا البيت الريفي اللي ابوهم كان عايش فيه اخر عمره. البيت كان بسيط لان هو كان عنده بيت على طرف البلد. البيت ده كان بيت ريفي، كان بيت من بتوع بيوت زمان، بس هو كان بيحب يعيش فيه. مهما الواحد اتغنى بيحب يعيش في البيت القديم اللي هو اتربى وعايش فيه. هو برضو ابوهم كان بيحب يعيش فيه رغم ان هو كان قديم. البيت جواه كان ريحته وحشة جدا، كانت جواه حاجات معتقة من زمان، صور قديمة على الحيطان، ساعات حيط واقفة من سنين. وأثناء التفتيش لقوا السرير أبوهم مرفوع من ناحية، تحت السرير صندوق خشب قديم عليه قفل مصدي. كريم كسر القفل بالحجر. لما فتح الصندوق التراب طلع في الهواء وريحة الورق القديم ملت المكان جوه. ياه، ما كانوش عارفين يتنفسوا، بدأوا كل يكح يكح لأن مش عارفين يتنفسوا من كتر الريحة والتراب اللي جه عليهم. ومع ذلك كريم كان عصبي جدا، وكان عايز يعرف كان عايز يعرف كل حاجة، كان عايز يعرف الصندوق ده فيه ايه. فبالتالي رغم تعبه بدأ ان هو يشوف اكتر. لقى في الصندوق ده صور بالابيض والاسود، صور بالابيض والاسود بتاعت زمان، خطابات بخط الاب، مفتاح قديم غريب الشكل. واحدة من الخطابات مكتوب فيها: لو لقيتوا الصندوق ده اعرفوا اني لسه في سر في حياتي، السر ده ليه علاقة بمستقبلكم، الميراث مش كله مكتوب في الورق اللي معاكم. مع الخطاب خريطة صغيرة لمكان أرض في أطراف البلد، أرض محدش كان يعرف إنها بتاعة الحاج منصور. ياه، أبونا بقى عنده أرض وإحنا ما نعرفش. حسن قال وهو ماسك الخريطة: الأرض دي تبعنا، الأرض دي تبعنا، يعني نقدر نبيع الأرض دي ونقسم فلوسها علينا؟ كريم رد بهدوء: بس الأرض دي مش مسجلة، الموضوع مش سهل، ممكن يضيع في المحاكم. ياسر كان ساكت لكنه مسك المفتاح القديم في ايده وعينيه مركزة فيه. ليلى انفجرت: هو انتوا مش شايفين حاجة خالص؟ بابا كان عايز يوصل لينا رسالة، بابا كان عايز يوصل لينا رسالة. ازاي اول حاجة تفكروا فيها الفلوس؟ لكن محدش سمعها. الطمع بدأ يسيطر عليهم. ده في ارض كمان واحنا ما نعرفش عنها حاجة، معنى كده ان في حاجات تانية واحنا ما نعرفش عنها حاجة. كل واحد بدأ يدور بطريقته، والايام عدت وكل واحد من الاخوات بقى ليه خطة. حسن راح يزور الأرض في السر وهو بيتخيل إن باع الأرض والفلوس في جيبه. كريم فضل يدور في السجلات والدفاتر القديمة. ليلى راحت لأمها تبكي وتقول: بابا تعب طول عمره عشان يلمنا واحنا بنتفكك يا ماما، احنا بنعمل كده ببعض ليه؟ هو احنا مش كنا بنحب بعض أثناء ما بابا كان عايش؟ ليه بعد ما مات؟ ليه الورث خلانا نتفكك؟ ليه كده يا ماما؟ قوليلي. ياسر اختفى وكأنه بيتبع سر الورق والمفاتيح، بيبقى عايز يعرف كل حاجة بدقة. وفي ليلة رجع الغريب اللي حضر الجنازة، وقف قدام كريم وقال له: معايا ورق مهم بس مش هسلمه غير لما اشوفكم كلكم قاعدين مع بعض. الكلام ده خلى الشك يملى القلوب. حسن اتهم كريم انه متفق مع الغريب، وكريم اتهم ياسر انه مخبي حاجة. ليلى وقفت تبكي، قالت لهم: كفاية 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 كده يا ولاد، كفاية، عايزين نتلم ونبقى ايد واحدة، عايزين نحب بعض، عايزين نبقى اخوات، ما احناش عايزين الورث اللي فككنا وخلى كل واحد يدور في ناحية وما احناش عارفين ايه اولنا من اخرنا، احنا عايزين نتلم تاني. وهنا حصل الخناقة، كبرت قدام البيت، الأصوات عليت والشتايم طلعت. الأم خرجت بعصاية وهي بترتعش وقالت بصوت مبحوح: كفاية، عيب عليكم، أبوكم ما تعبش طول عمره عشان يسيبكم كده، أبوكم كان عايز يسيبكم متجمعين مش متفرقين. الكل سكت لحظة، لكن حسن لسه قلبه حجر. قال: أنا مش هسيب حقي حتى لو انتم كلكم ضدي. ليلى وقعت على الأرض تبكي، كريم مسك راسه مش عارف يعمل ايه. ياسر هنا قرر يتكلم لأول مرة: اللي بتدوروا عليه عندي، بس وصية بابا مش زي ما انتوا فاكرين. ياسر طلع ورقة قديمة من جيبه، ورقة عليها ختم رسمي، قراها بصوت عالي:
أنا منصور أوصي أن كل ما أملك يكون باسم ابني ياسر، لكن لا يحق له التصرف فيه إلا بموافقة إخواته. الكل اتجمد. حسن صرخ: ازاي يعني انت كنت مخبي ده كله؟ ازاي؟ ياسر قال وهو بيبكي: بابا سلمني الورقة دي قبل ما يموت وقال لي الثروة الحقيقية مش الأرض ولا الفلوس، الثروة في لمتكم، لو اتفقتوا هتاخدوا كل حاجة، لو اتفرقتوا هتخسروا كل حاجة. الأم هنا بكت، وبكت بشدة، وقالت: هو ده اللي كنت بحاول أوصله ليكم. الميراث مش ورق، الميراث إنكم تفضلوا اخوات. اللحظة كانت صعبة، العيون كلها مليانة دموع. السؤال بقى فضل معلق: هل هيختاروا الطمع اللي هيفرقهم عن بعض، ولا الدم اللي هيربطهم؟ وكده القصة مليانة حاجات كتير. القصة هنا فيها مشاعر، فيها حاجات كتير، وفيها أحاسيس، فيها حاجات انتوا ما تتخيلوهاش. تعرفوا هنا بالظبط هما هيعملوا ايه، وتعرفوا حل السؤال. وهنا كانت نهايتنا ونهاية قصتنا، اللي احنا مش عارفين هم هيعملوا ايه، لان هنا الكل سكت والصمت بقى تقيل، كأن الدنيا وقفت. الام بصت لهم بعين مليانة دموع وقالت: انتوا قدامي اختيار، يا تتفرقوا زي الشيطان ما يكون ما هو عايز، يا تتجمعوا وتكونوا سند لبعض زي ما ابوكم كان بيتمنى. ليلى قربت من اخواتها وقالت بصوت مبحوح: يا جماعة احنا ما بقيناش صغيرين، لو ضاع بيتنا وضاع ترابطنا هنفضل طول عمرنا نتحسر. ايه فايدة الفلوس لو احنا قلوبنا متقطعة؟ كريم حط ايده على راسه وقال: عندها حق، انا شفت في المحاكم اخوات بيتقطعوا بسبب الطمع، بيقطعوا بعض بسبب الطمع. ابويا كان اعقل من انه يسيبنا نضيع. ابويا ده كان انسان حكيم، كان بيحبنا وكان بيفكر بعقله، بس انا برضو عايز الفلوس. انا مش عارف اختار الفلوس ولا اختار اخواتي. ياسر قال: بابا اختار لنا، مش عشان يفرقنا عنكم، لكن عشان يختبرنا. لو عايزين الميراث لازم نتفق، ولو مش عايزين يبقى ابويا كان عارف ان الطمع هيغلب. حسن اتنهد لأول مرة، عينه دمعت. يمكن كنت غلطان، يمكن فعلا كنت بفكر في نفسي بس. الأم هنا رفعت ايديها للسماء وقالت: اللهم اجمع شمل ولادي زي ما جمعتنا دلوقتي، اللهم اجمع شمل ولادي زي ما جمعتنا دلوقتي، اللهم اجمع شمل ولادي زي ما جمعتنا دلوقتي. وهنا انتهت لحظة الصمت الطويلة، وأسئلة كثيرة بتلف في دموع المشاهد. هل هيتغيروا فعلا؟ هل هيتعلموا ان الميراث الحقيقي هو لمتهم، ولا هيفضل الطمع يفرقهم؟ وبكده تخلص حكايتنا النهاردة، الميراث الغامض. لكن يمكن النهاية الحقيقية لسه مش مكتوبة، لكن كل بيت فينا ممكن يمر بنفس الاختبار. لو عجبتكم القصة وحسيتوا بيها، ما تنسوش تشتركوا في القناة حكايات أم العيال، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. القناة هتكبر بيكم وبدعمكم، نكمل مع بعض الحكايات اللي بتلمس القلب وتفتح العقول. أشوفكم في القصة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب ما تكونوا زهقتوا مني. سلام عليكم، وأكون كنت ضيفة خفيفة عليكم. سلام.